انا زعلان. لغايه امتى افضل كده؟ عملت انا ايه يعني غلط؟ واشمعنى انا؟ يا رب يسوع انا بشكرك على كل حاجه بتعملها في حياتي. يا رب سامحني على كل حاجه بعملها في حقك بتضايقك. يا رب ساعدني من فضلك اني احبك اكتر يا رب. انا بحبك جدا، لكن ساعدني احبك اكتر يا رب من كل قلبي يا رب، وفكري وقدرتي يا رب يسوع. انا محتاج فلوس. الدنيا صعبه. اجيب منين شقه وارتبط ازاي؟ خلاص انا تعبت. يا رب انا بشكرك لاجل حبك ليا واهتمامك بيا طول السنين اللي فاتت. يا رب انا واثق فيك رغم ان الدنيا صعبه وغاليه قوي، وانا مرتبي محدود ونفسي اعمل حاجات كتير قوي، بس انا مصدق وواثق فيك يا رب انك عارف كل احتياجاتي يا رب يسوع. يا رب انا بس بحكي لك على اللي جوايا، لكن مصدق يا رب انك عارف كل ده يا رب. انا مصدق في ايدك يا رب، ومصدق في عنايتك بيا يا رب، واهتمامك بيا يا رب يسوع. انا بطلب بقالي كتير منك، انت بتسمعنيش ليه؟ انت ليه مش مهتم بيا؟ انا خلاص تعبت. لحد امتى هفضل كده؟ اسمعني بقى، رد عليا، حسسني انك مهتم بيا. يا رب يسوع انا بشكرك لانك استمعت كل صلاتي يا رب. انا واثق يا رب انك هتستجيب في الوقت اللي انت شايفه مناسب يا رب يسوع، لانك ابويا وعارف كل تفاصيل حياتي، ومش مخفية عنك كل حاجة في حياتي يا رب يسوع. في اسمك القدوس بصلي، وصلاة كل قديسيك يا رب، امين. غير شكل صلاتك اللي كلها تذمر وشكوى واتهامات لأبوك السماوي. الصلاة دي يدوب توصل للسقف وتقع. صدق إن الله صالح وهيستجيب في الوقت المناسب، لأنه بالإيمان والثقة والتسليم الكامل صلاتك بتوصل للسماء، فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع.